الناس اللي بيحبوا اللحمة مش مستوية بياكلوها بدمها. جه عليا فترة لما كنت بشوف اللون اللي نازل من اللحمة لو حد قدامي بياكل لحمة مش مستوية كنت بحس باشمئزاز جدا واقول ازاي قادرين ياكلوا اللحمة بدمها. اهو ده بقى مفهوم مش مهضوم. في الحقيقة ان اللون اللي بينزل من اللحمة وقت التسوية اصلا مش دم، كل اللي بيحصل ان وقت لما اللحمة بتتعرض للحرارة وقت الطهي بيحصل عدد من التغيرات في تركيبها الكيميائي والفيزيائي، فبيتم تجميع البروتينات اللي موجودة في اللحمة وبينزل منها المية اللي موجودة فيها، وده بيتسبب في ظهور العصارة الحمراء اللي بنتخيل انها دم، والمفروض ان احنا نعرفه اصلا ان اللحمه في حد ذاتها مفيش جواها دم، وهي عباره عن عصاره بتحتوي على مزيج من البروتينات والماء وبتسمى الميجلوبين، وده شيء امن تماما اننا ناكله. والميجلوبين عباره عن بروتين وميه بيساعد على حمل الاكسجين لخلايا العضلات اللي موجوده في الحيوان، ولونه احمر فهو ده اللي بيدي ايحاء ان اللحمه فيها دم. ولما بقى كمان اللحمه بتتعرض للحراره بيزيد لون الميجلوبين واللون الاحمر بيغمق اكتر، وهو ده السبب في اننا لما بنشوي لحمه ونخليها تستوي كويس جدا بيكون لونها داخل على الاسود. لكن من المهم جدا اننا ناخد بالنا بالرغم من انها امنه اننا لازم برضو نتبع اجراءات السلامه في طهي اللحمه، ونكون متاكدين كويس جدا ان اللحمه تم طهيها بشكل كامل. قواعد السلامه الغذائيه بتوصي بطهي اللحمه لحد ما توصل درجه حراره اللحم الداخلي الى مستوى امن لقتل البكتيريا المحتمله في اللحم، وده طبعا بيختلف على حسب نوع اللحمه وسمكها، ويفضل استخدام درجه حراره طهي داخليه بتصل ل 63 درجه مئويه عشان نحصل على لحم متوسط النضج. ولازم ناخد بالنا ونتجنب تلامس العصاره الحمراء اللي بتكون على اللحم، لان من الممكن انها تحتوي على بكتيريا تكون موجوده على سطح اللحم. باختصار سريع، العصاره اللي بتكون موجوده في اللحم ما بتكونش ضاره وامنه جدا ان احنا ناكلها، ومع ذلك يجب اننا نطهي اللحمه بشكل جيد ونتاكد ان هي مطهيه بشكل كامل، ونتبع ارشادات السلامه الغذائيه عشان نقدر نحصل على اكل صحي وامن.